السلام عليكم يا أولاد بلدي. والله عيب عيب اللي عم يصير. تركتوا كل الدنيا، تركتوا كل شيء ولحقتوني. تركتوا كل الخراب اللي بسوريا، كل الدمار، كل الإجرام، ولحقتوا واحد جاي يعمل خير. لحقتوا واحد ما قلبه إلا على أهل بلده. لحقتوا واحد وعم تنسبوا له أشياء كتيرة ما أنزل الله بها من سلطان. لحقتوا واحد حب يفرح معكم، لا حب يرقص ولا حب يغني، حب يعمل أكل، حب يكون معكم، حب يفرح هو وياكم بلقمة أكل طيبة. لحقتوا واحد حتى للأسف الشديد الشافية اللي عم تهاجمنا، جماعة السوشيال ميديا، الناس العادية اللي هي عدم المؤاخذة في منهم كلمتين على بعضهم ما بيعرفوا يحكوا، بينطوا بكمشلي هالجوال بيقول لي هيك يا شيف أبو عمر عملت. أنت مين أنت عدم المؤاخذة؟ في أهل العلم، أهل الفتوى، هن المفروض اللي يحكوا، هن اللي بيتوا بالأمور. في أهل الله، تركتوا كل الناس اللي لازم تحكي وبلشتوا أنتوا تحكوا. تركتوا كل الخراب، تركتوا كل الدنيا. الشافية يلي بلشت تهاجمنا، مع أنه هن كانوا أول الناس اللي عم يدقدقوا لنا. قالوا يا أبو عمر بدي ألبس صدريتي وحطها بقلب المكان اللي انت عم تحضر فيه الأكل. قالوا يا أبو عمر الله محيي البطن اللي حملك، يا أبو عمر الله يخلي لنا ياك، كل الشكر لك يا أبو عمر على هالمبادرة الطيبة، الله يبيض وجهك مثل ما بيضت وجه هالبلد يا أبو عمر. هلأ صاروا كلياتهم سلبي، صاروا كلياتهم ضدنا، صاروا كلياتهم يحكوا بالعكس. للأسف الشديد. ليش؟ من شان شو؟ مشان شوية مشاهدات؟ مشان تطلع على حسابنا؟ لا. والشاطر فيهم اللي بيقول انت اليوم مشان تطلع الترند، مشان تجيب لايكات. يا عيب الشوم، بس يا عيب الشوم على اي واحد بده يجيب لايكات او مشاهدات على حساب واحد فقير، على حساب اهل بلده. وانا من البداية قلت لكم هي عزيمة، ما قلت لكم هي ارجعوا للفيديوهات تبعاتي، قلت لكم هي عزيمة. ما قلت ابدا انه هي للفقراء والمساكين. لو انه مدير الاوقاف كاتب للفقراء والمساكين انا مالي ذنب بالموضوع، انا قلت له عزيمة، واثبتت بفيديوهاتي انه هي عزيمة وليس لاطعام الفقير او المحتاج. من شان شو؟ لانه نحن بدنا نجمع الكل، كلياتهم بدنا نجمعهم، الفقير والزنقيل، المحب، حتى اللي بيكرهنا نجمعهم على صفرة واحدة لنكون كلياتنا قلب واحد، روح واحدة، ناس واحدة. فما بعرف شو بدي احكي، لا حول ولا قوة الا بالله. انا ما ذنبي الا عملت الخير، ما ذنبي الا قدمت مبادرة كتير حلوة لهالبلد. حبيت ارسم بسمة على وجوه الناس، حبيت ارسم لهالبلد صورة كتير حلوة. بكل الاحوال انا اكتشفت انه في حملة تحريض كبيرة علي وتشويه لسمعتي. لا تعيب على اخيك فيعافيه الله ويبتليك، وعند الله تجتمع الخصوم. وقلنا وقفة أنا وياك أمام الله عز وجل يوم القيامة اللي أنت تأولت عني وعن نيتي. لأنه أنا كمان سألت المشايخ وقالوا لي أنه ما علي شيء، ومع ذلك أنا رح أتحمل جزء من الموضوع. وبرجع بقول لك قلنا وقفة أمام الله على كل واحد حكى علي، كل واحد انتقص مني، كل واحد قلدني، كل واحد حكى شيء أنا ما قلته.